يوم الاثنين راديو فرنسا انترناسيونال أو إذاعة الفرنسية الدولية ار اف 1 ولا ار اف اي علات على ال11 المرشحين لجائزة أحسن لاعب إفريقي. 11 مرشحين ديال الأفارقة الذين يزاولون في البطولة الفرنسية. ملي كنقولوا 11 أحسن إفريقي يعني راه أحسن ما كاين في لافريك في فرنسا، وعلى رأسهم بطبيعة الحال النجم ديالنا العالمي أشرف حكيمي، إلى جانب واحد المغربي آخر اللي ربما الإعلام المغربي ربما ما عرفتش شنو كاين. المهم كاين واحد التعتيم غريب على واحد اللاعب مغربي اللي هو عبد الحميد او لا يونس عبد الحميد. هاد يونس عبد الحميد كيلعب في نادي رامس وهو الكابيتان ديال نادي رامس. يعني راه ماشي ساهل باش تكون كابيتان ديال نادي فرنسي في لا ليغ 1، راه ماشي غير اجي ودير كابيتان، وهذا مغربي. والغريب انه لم يتم المناداة عليه ولو مره من طرف السيد الركراكي. انا تنحترم القرارات والاختيارات ديال السي الركراكي، ولكن المهم بين قوسين حنا عندنا واحد الخصاص نوعا ما على مستوى قلب الدفاع، لان في غياب سايس واكرد الدفاع المغربي كيعاني واحد شويه. المهم هادي بين قوسين. ليسونسيال كما قلت الجائزة اللي باسم الكاميروني الراحل مارك فيفيان فوي اللي توفى رحمه الله، والجائزة بالاسم ديالو أو تكريما ليه. كما قلت بطبيعة الحال الجائزة كيترأسها أو على رأس المرشحين أشرف حكيمي اللي ما كاين حتى شي عذر انه ما يفوزش بهذه الجائزه، ما كاينش شي عذر بتاتا. اولا بطل مع باريس سان جيرمان، بطل الدوري، كان مؤثر ومن الركائز ديال نادي باريس سان جيرمان. ملي كنقولوا من الركائز الى جانب ميسي ونيمار ومبابي، ملي كتلعب مع هاد التشكيله هادي راه بلا ما نعطيك الجائزه بلا ما نشوفوك كاع بلا ما نتفرجوا فيك. حكيمي بالرغم من الصغر ديالو عنده 24 سنه ما شاء الله، تاريخ حافل بالبطولات، تاريخ حافل بالانجازات. واكبر انجاز او اللي على راس الانجازات كاملين كيجي وصول المغرب لنصف النهائي كأس العالم. هذا الانجاز هذا اللي ما فيش النقاش. يعني ملي كنقولوا المنتخب وصل النهاية او لنصف نهاية كأس العالم، منتخب ماشي عادي، منتخب سوليد، والخطوط ديالو كلها على اعلى مستوى. ملي كنقولوا خطوط على اعلى مستوى يعني دفاعا حكيم، يعني ملي كنقولوا دفاعا يعني حكيمي، سايس، اكرد، مزراوي. وسط الميدان بوفال، أناحي، أملاح، حكيم زياش، والنصيري. إلا ما خفت نكتب نكون نسيت وقيلا بوفال نكون ذكرته. المهم كما قلت التشكيلة الرئيسية ملي كنقولوا وصلت لنصف نهاية كأس العالم يعني تتكون من خيرة لاعبين العالم. رجعوا حكيمي هاد الجائزة علاش خصو ياخدها؟ لانها هي اللي غتمهد له ان شاء الله الفوز بالجائزه او البالون دور ديال لافريك او الكره الذهبيه الافريقيه. حاليا هو المرشح رقم واحد، خصوصا وان النجوم ديال كره القدم الافريقيه اللي هما محرز الى جانب محمد صلاح تيعرفوا مشاكل على مستوى محرز، ما كيلعبش بشكل مستمر مع النادي ديالو، كيلعب تيجلس في الدكه. محمد صلاح النادي ديالو كيعرف اكفس فتره عاشها هو الذي ليفربول هذا العام هذا. يعني حكيمي
بالانجاز ديالو اللي وصل به لنصف نهايه كاس العالم، مرشح من ذهب. الا ما تعطاتش له راه كاين هناك شي حاجه كيكلوش كما تيقولوا بالفرنسيه، شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. بالنسبه للمرشح الثالث كاين هو سيكو فوفانا، اللي هو اللي سبق فاز بها العام اللي فات، ما عرفتش كيفاش عطاوها له، لان في وجود حكيمي كنظن ما خصو ياخذها حتى شي واحد، لان حكيمي حاضر بجميع التشكيلات المثاليه ديال الدوري الفرنسي. ملي كنقولوا حاضر في التشكيله المثاليه يعني احسن ظاهر، احسن ظاهر في وصفه الابطال، احسن ظاهر كاس العالم، احسن ظاهر في تباست كان في التشكيله المثاليه ديال كاس العالم. الى جانب عنده دي روكور، مازال غندير واحد الفيديو غادي نهضروا على لي روكور والبارماريس ديالو. يعني راه تبارك الله راه في هذا السن هذا راه وصل انجازات ربما ما يوصلش لهم انسان. ما نظنش كاين شي مغربي وصل لهذا زعما صراحه. الى استثنينا مصطفى حجي اللي سبق فاز بالكاس بالكره الذهبيه، تيبقى حكيمي. داكشي اللي شفت انا في البالماريس ديالو داكشي خيالي باش نكونوا زعما صراحه. رجعوا كما قلت يونس عبد الحميد. صراحة إلا قارناه مع حكيمي تيبقى زعما صعيب مقارنة مع حكيمي وما أنجزه حكيمي هذا العام خصوصا مع المنتخب الوطني. ولكن يونس عبد الحميد كما قلت كابيتان ديكيب، قائد ديال الفريق، زيادة على أنه 19 هذا العام هذا 19 الماتش ما خسروش سكسيسيف مع الفريق ديالو، ولا قائد ديال الفريق. يعني راه انجاز تيبقى انجاز كبير. بالنسبه سيكو فوفانا لاعب مزيان، ولكن مع حكيمي لا اظن انه غادي يكون غادي ان شاء الله غادي ينافسوا. وكنتمناو ان لا سي هو جائزه ديال واحد كما قلت راديو فرنسا الدولي الى جانب قناه فرونس 24. هما بجوج مشاركين في الجائزه. تبقى جائزه خاصه ديال مؤسسه خاصه. سميتو التصويت كيكون عندهم حتى هو خاص. واش غيخضع لداكشي المقاييس الدوليه والمعايير اللي فيها النزاهه وفيها الموضوعيه؟ كنتمناو لان حكيمي خاصو هاد الجائزه.